مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بألف خير. اليوم وصفتنا أجنحة دجاج، وانا كلش احب هاي الوصفة، تقريبا كل اسبوع اسويها، صحية وطيبة وما ينشبع منها الصراحة، كلش طيبة. هذا النوع من الأجنحة هيك يجي مقطع وصغار باعه ومنظف كلش حلو، انتم حسب اذا تريدوا جنح كامل هاي بكيفكم. هنا هذا عندي كيلو، هنا عندي كم مرقة صغار، يعني بعدين حتبل اني قبل الشوي، بس هسه هاي التتبيلة البدائية حتى تعطينا طعم، اللي هي ورق الغار وبصل تقريبا نص بصلاية وشوية كركم، ها هي، وملح، ونقلبها. يلا تعالوا وياي على الطباخ حتى نسوي الخطوة الأولى. هسه هنا طاولتي كلش ساخنة، راح أرش زيت، شوية بخار راح، وأخليهم على درجة حرارة عالية. وهسه بعد ما قلبت فيهم تقريبا 3 دقائق، هسه شنو راح اغطيهم واقلل درجة الحرارة بدون مي بدون اي شيء، واتركهم لمدة نص ساعة. وهسه بعد مرور 25 دقيقة بالضبط ضاعوا، طبعا استوى تقريبا وبقى شوية مي، اعلي درجة الحرارة فد 3 دقائق على اعلى شيء. اريد المي شوية يقل، انا اريد شوية يبقى مي، احتاج هذا المي حتى نخلطه ويا الصلصة. هسه باعوا، اريد شويه من هذا الصوص، قلت لكم انا راح استخدمه، ماي الدجاج هذا ينطي طعم رهيب. وراح هسه نخلي البهارات نخلطها، اللي هي عباره عن هنا ثوم مهروس، هنا خضار مجففه، هنا شويه فلفل اسود، شويه فلفل حار، ملعقه كبيره بابريكا، هنا زعتر وروزماري شويه، تقريبا اقل من ربع ملعقه صغيره، ينطي طعم كلش طيب الروزماري. وهنا تقريبا 3 ملاعق زيت افوكادو. هسه بعد ما نخلطه راح اخليهم بالصينيه، وراح اقول لكم ايش راح اسوي وياهم. دائما انا احب هاي الخطوه. طبعا الصينيه باخذتها شويه زيت، وهذا ريد الصوص الدجاج كله ينزل حتى يرجع تتشرب الاجنحه وتصير اطيب واطيب. هسه هاي عندي بوتيتا صغار سلقتها نص سلقه، دائما احب اسويها ويا الاجنحه، وهنا نفس بالضبط نفس هاي المقادير خلطتها هنا اختصارا للوقت حتى ما نعيد الخطوات، نفسها زيت وبابريكا وكل الاشياء، ونقلب. هسه مجهزه الفرن، نار تحتيه وفوقيه على 350 فahrenheit، راح اخليهم بالرف الوسط يتحمرون على كيفهم. باع الجمال، طلعوا من الفرن محمرات ويتكتكون. هسه اخليهم بالماعون. وهاي وصفتي زينتها بالفلفل والليمون، وصفتي المفضلة الأسبوعية اللي تجنن. باع الجمال، باعوا شو متحمص، تجنن لو ما تجنن، قطعة قطعة باعوا. هسه وقت أضب لكم إياها باعوا شلون مستوي، تشوفون طعمها يجنن يجنن. باعوا مي الطعم اللي طاغي بيها اللي هو طعم الارب اللي خليناه، اللي هو الاوريجانو والروزماري، طعمهم كلش واضح، وطبعا هو هذا المطلوب، هذول ينطون طعم كلش طيب مع كميه قليله، بس هي الطاغيه ملوحتهم كلش طيبه، وطعمهم كلش رهيب، يذوبون بالحليب وما يشبع منهم. انا دائما اسوي كميه منها وما اشبعها قد ما هي طيبه. هذا الجنح هذاك قبل شوي باع، شوفون شلون مستوية، باع تجنن. يا حبيبي، اقول لكم على البوتيتا، طبعا البوتيتا قصة ثانية. باعوا البوتيتا كلش طيبة طبعا ومقرمشة، رهيبات. طبعا هاي الوصفة انا معتمدتها من زمان وما اغيرها ابدا، لان ماكو اطيب من عندها، صحية ومن غير قلي وبدون دهون هواية، وسهلة كلش طبعا بنص ساعة تخلص. باعوا. هاي وصفة هذا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم بالوصفة الجاية ان شاء الله، مع الف سلامة يا حبيبي.